السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أوفر أكلة. إن شاء الله هنخلل النهاردة مع بعض اللفت كده. بعد ما غسلته كله خلاص اهو، البنجراية كمان هقطعه بقى وارجع لكم تاني. كده اهو بعد ما قطعت اللفت خلاص اهو، هعبيه بقى في بطرمانات واحط عليه المية. بصي انا مش هقدر اقولك مقدار الملح قد ايه، لان مش كل الملح زي بعضه، في ملح بيحدق قوي وفي ملح لا. بس انتي لما تحطي الملح ابقي دوقي الميه بتاعت اللفت، لان اللفت حساس شويه للملح، مش زي الزيتون. الزيتون فيه مراره، اللفت ما بيكونش فيه مراره فبيشرب الملح قوي. فدي انا كنت حطيت قبل كده شفشه او حطيت فيه معلقتين ملح، لقيت الميه مالحه شويه، فهكمل البطرمان ده شفشق تاني وهحط عليه بس معلقه واحده ملح، لان الميه التانية كانت مالحه شويه. وهحط كمان معلقه سكر عشان يبقى مقرمش. هقلبه بقى وهنزل عليه في البطرمان. كده بقى انا هغطي البطرمان بكيس، وبعد كده فوق الكيس هنزل عليه بالغطا بتاع البطرمان وبس، واسيبه كده لمده اسبوع بس وخلاص، ويبقى زي الفل. بصي كده بقى بعد ما حطيته في البطرمان اهو، قفلت عليه بالكيس كده زي ما قلتلك. كل يوم كده بروح ماسكه البطرمان، اروح رجاه عشان البنجر يعمل فيه كده لون، لان انا ممكن ابشره بس الولاد بيحبوا ياكلوا البنجر يعني، فعشان كده بسيبه لهم يبقى سليم ياكلوه. بصي ده اللفت كده بعد ما استوى خلاص. جربوه بالطريقه دي بقى كده وقولولي. الف هنا.